الفنان محمد فؤاد بعد العملية بقى شكل تاني خالص. محمد فؤاد صغر يجي 20 سنة يا ولاد، لكن بعد مقلب رامز جلال كلنا كنا خايفين عليه، وبسببه انهالت الشتائم على رامز جلال وبرنامج المقالب بتاعه. لكن فؤاد طلع النهارده وقال انه ما تعرضش لاي اذى او خطر صحي بسبب مشاركته في برنامج المقالب رامز نيفر اند. فؤاد قال من حق طبيبي الخاص انه يخاف عليا لانه هو اللي بيعالجني ومسؤول عن نجاح العمليه. علشان كده نشر البوست اللي هاجم فيه رامز وكل المسؤولين عن برنامج رامز نيفر اند. بس انا طمنت الدكتور اسامه وقلت له اني بخير. الفقش فضح ضيوف برنامج رامز وقال انهم كلهم بيكونوا عارفين ان هم رايحين لرامز وهيتعامل فيهم مقلب وكلهم بياخدوا فلوس، لكن انا والله ما كنتش عارف هو هيعمل ايه بالظبط. رامز ما كانش قاصد اذى ليا خالص، احنا بنبقى عارفين انه رامز هيعمل مقلب بس مش كلنا بنبقى عارفين نوع المقلب ايه. محمد فؤاد في برنامج العرافة كمان قال للمذيعة بسمة وهبة إنه مش ندمان على المقلب، ولو رامز طلبه تاني هيروح عادي، ومش عارف الناس على السوشيال ميديا مكبرين الموضوع كده ليه. فؤاد أكد كل ده وقال أنا ما شفتش أي حاجة فيها قلة أدب بصراحة، عارفين إن إحنا رايحين لرامز جلال ودراعي كان هيتكسر واتخدش ورحت وهروح له تاني. الفقش شن هجوم على الناقد الفني طارق الشناوي اللي سخر منه بسبب زيادة وزنه قبل ما يعمل عملية التكميم ووصفه بسيد قشطة. فؤاد قال له أنا ممكن أسجنك يا طارق، أقسم بالله العظيم ما عارف إيه العيب بالظبط. الناس بقت تخاف تتكلم بصراحة، يعني إيه سيد قشطة؟ ده أنا ممكن أسجنك، لازم تبقى مؤدب، انت كده مش متربي ولا شفت تربية ابدا. ده انا لا اجرؤ ابدا على وصف اي شخص بهذا اللفظ، ازاي يقول على فنان بحجمي وتاريخي سيد قشطة؟ طب هل من اللائق ان انا اصفه بالقرد؟ محمد فؤاد النهارده اخذ بطار سعد الصغير وحسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم من ضحايا بسمة وهبة. بسمة بكت بكاء هستيري بعد تهديد الفقش ليها. فؤاد قال لها ها هتخافي ربنا ولا لا؟ فؤاد قال للجمهور اللي قدامكم دي عامله 7 رجاله على الفاضي وبتفتي على الفاضي والمليان، انا عارف نقطه ضعفها وحق الناس اللي بهدلتهم من اول رمضان هجيبه لكم، ها تحب تشوفي؟ وهوب فؤاد راح مغني لها اغنيه طمني عليك. وبمجرد ما بسمة سمعت الموسيقى بتاعت الاغنيه اتاثرت وقالت له اخصى عليك يا محمد، انا مش بتكسر غير بالاغنيه دي لان اولادي مسافرين، الاغنيه دي بتدغدغني قوي. فؤاد رد عليها في سخريه وقال لها ما انت بتقطعي في خلق الله كل يوم، هتخافي ربنا بقى ولا لا؟ المواقع الاخباريه نشرت بعد الحلقه فيديو بكاء بسمة وهبة الهستيري وانهيارها على الهوا بسبب تهديد محمد فؤاد لها. بسمة برضو نشرت على حسابها الشخصي في موقع انستجرام مقطع فيديو وعلقت فيه على بكائها وقالت بص يا محمد يا فؤاد، انا بجد مش مسامحاك ومتشكره ليك لان الاغنيه بقيت اسمعها، وعايزه اقول للساده المشاهدين ان اغنيه زي دي ممكن تكسر البني ادم من جواه وتحسسه بحزن شديد. زمان الاغنيه دي لما كانت بتشتغل ما كنتش بحس بالضعف ده ولا بكسره القلب والحزن ده، لكن انا كبرت في السن وكل ما اكبر كل ما مشاعري بتكبر. انا بحب ولادي ووحشني قوي وبحلم اني اشوفهم وببقى سعيده لما بشوفهم. انا مش مسامحه انك اتكيت على الحته دي وخليت دموعي تنزل، مش هو ده الصح يا محمد، انا زعلانه منك. كلمات الاغنيه صعبه للي مفتقد شخص، ولادي لما بيوحشوني بروح على صورهم واشوفها عشان تصبرني، وانا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم، كل واحد في بلد. انا كبرت وعرفت دلوقتي اني كبرت لان مشاعري مش بتتحمل، بيوحشوني اكتر من الاول وبشتاق لهم اكتر من الاول ونفسي اعيش معاهم اكتر من الاول. واختتمت بسمة وهبة البوست بتاعها وقالت انا لولا اني بحترم القناه كنت سبت الحلقه ومشيت، بس انا كملت الحلقه ومش مسامحاك يا محمد يا فؤاد، ولا مسامحه كل واحد تآمر معاك وهو عارف نقطه ضعفي.